السلام عليكم ورحمة الله. هذا اليوم الجمعة اللي يعتبر يوم واحد من السنة الجديدة، بينما غيرنا يحتفلون وينبسطون وإلى آخره. وفي بعض التجار شفناهم في مقاطع طلعوا بعد الميزانية ويعلنون أنه الشعب له 40 و50 سنة وهو مترفه. نعم فعلا الشعب له 40 و50 سنة مترفه، ولا احنا منتظرين أحد يجي يزايد علينا في حبنا لدولتنا ولحكومتنا. ما احنا منتظرين أبدا الناس دولة، احنا منتظرين أن التاجر يعرف ويفهم أن عليه حقوق زي ما هو له 40 و50 سنة. هو بس يشفط في المليارات هذه، المفروض يرد الجميل، جميل الدولة اللي في بطنه يرده للناس اللي زي كذا المحتاجين. شوف هذا المفروض انك انت تدعمه. شوف هذا الأخ من ذوي الاحتياجات الخاصة ومبتور القدم وساكن تحت كوبري المينا، يلتحف المكان هذا. ما هو لأنه يبغى الجو الحلو زي ما الناس تطلع البر وتقنص، ما هو زي كذا. أما الشؤون الاجتماعية فأنا صراحة يعني قهرنا فيه على قولتهم. هذا الرجل يقول جوهر الشؤون الاجتماعية قبل يمكن تقريبا شهرين وسجلوا اسمه وراحوا، لأنه طلع في الإعلام أنه في واحد في المكان هذا. الشؤون الاجتماعية لعلمكم يا أخوان عام 1426 كانت ميزانيتها تخيلوا 3 مليار كانت ماشية. اليوم 27 مليار، وهي من الوزارات اللي زادت ميزانيتها السنة هذه ما نقصت. 27 مليار يعني من 1426 تدبلت ميزانيتها 24 مرة، وهذه السنة ذي زادت ميزانيتها عن العام. وهذه مواريها طبعا حفاظا لكرامة الشخص هذا. أنا ما طلعت وجهه، هذه مواريها يا وزارة الشؤون الاجتماعية. أتمنى من الناس اللي تغسل يدها بدهن العود ويقولون إنه كرم، وناس وراهم يقولون عليه الطلاق وإنك رجال وإنه شاش راسي هذه والله ولا انت كفو ولا تقرب الكفو. الكفو اللي يجي عند ذولا، أما حركتكم هذه اسمها سفاهة. أتمنى نشر المقطع ذا على يصل إلى الشؤون الاجتماعية اللي زادت ميزانيتها علشان نشوف أثرها، لأن إذا كان هذه مواريها ما تبشر بخير.